تخيل تكون نايم في أمان الله جوه قطر بيجري بيك في عز الضلمة. الباب مقفول عليك من بره بضبة ومفتاح ومستحيل يتفتح، والشبابيك متبرشمة بمسامير صلب، وتصحى الصبح تلاقي القطر وصل المحطة، بس انت والسبعة اللي معاك في نفس العربية اتبخرتوا. مفيش جثث، مفيش دم، ومفيش أي أثر، كأن القطر ده بلعكم وانتوا عايشين. دي مش قصة خيال علمي، دي كارثة حقيقية وقفت قدامها مذهول. أهلا بيكم متابعينا الكرام في قناة الغرفة، المكان اللي بنعيش فيه كل يوم قصة جديدة مليانة رعب وغموض وإثارة. فزي ما تعودنا، افصل نفسك عن أي حاجة حواليك وحضر سماعاتك واستعد، لأن اللي جاي مش مجرد قصة، دي تجربة رعب هتعيشها بكل تفاصيلها. يلا بينا نبدأ، يلا بينا. في شغلانتنا دي عينك بتتعود على أسوأ حاجة ممكن الإنسان يعملها في أخوه الإنسان، وتشوف جرائم الدم والسرقة والانتقام. المنطق دايما بيكون سيد الموقف، لكل جريمة فاعل، ولكل جثة أداة جريمة، ولكل هروب طريق. بس لما المنطق بيضرب في مقتل، والمستحيل يتجسد قدامك في حتة حديدة بتتحرك على شريط قطر، هنا بتعرف إنك قدام مجرم عقله يوزن بلد. الساعة كانت 6 الصبح، وشمس الشتاء كانت لسه بتعافر عشان تطلع من ورا السحاب. ساعتها كنت واقف على رصيف محطة أسوان، الهوا الساقع بيضرب في وشي كأنه سكاكين صغيرة. الرصيف كان فاضي تماما من الركاب، ومتحوط بعساكر الأمن المركزي من كل ناحية، وفي النص كان واقف قطر النوم رقم 980، زي وحش معدني ضخم وميت. وحكمدار المحافظة كان واقف قدام العربة رقم 13. الراجل ده أنا أعرفه من سنين طويلة، طول عمره جبل ما بيهزوش ريح، بس الليلة دي وشه كان أصفر. قربت منه ورميت السيجارة من إيدي وسألته: إيه اللي حصل يا فندم؟ البلاغ اللي جالي بيقول إن في لجنة هندسية كاملة اختفت. يا عمر بيه، أنا شغال في السكة الحديد دي من 30 سنة، عمري ما شفت ولا سمعت عن حاجة زي كده. العربة دي مخصصة للجنة المهندسين اللي جاية تستلم مشروع السد الجديد، 7 مهندسين كبار. الكمساري حلف على المصحف إنه قفل عليهم الباب الخارجي للعربة الساعة 12 بالليل عشان يناموا ومحدش يزعجهم، والمفتاح فضل في جيبه. ولما القطر وصل المحطة الصبح فتح الباب عشان يصحيهم، بس العربة كانت فاضية تماما ومفيش حتى نملة موجودة جوه. الكلام ده ما دخلش عقلي. إزاي يعني؟ بصيت على الباب الحديد بتاع العربة، القفل كان مرمي على الأرض وسليم ومفيش فيه أي خدش. مسكت مقبض الباب ورفعت رجلي وطلعت درجات السلم بتاعة القطر، وأول ما دخلت حسيت بانقباضة في صدري. الطرقة كانت ضيقة جدا ومفروشة بسجاد أحمر قديم، والنور اللي كان في السقف كان بيرعش كأنه خايف. بدأت أمشي في الطرقة وافتح بيبان الكباين واحدة ورا التانية. المشهد جوه كل كابينة كان بيزود الجنون في دماغي. في الكابينة الأولى السرير كان متنعكش، والبطانية مرمية على الأرض، وجاكيت البدلة بتاعة المهندس متعلق على الشماعة ورا الباب. وعلى الترابيزة الصغيرة كانت محطوطة كوباية شاي نصها مليان، وجنبها محفظة مليانة فلوس وساعة يد غالية جدا. دخلت الكابينة التانية، نفس المنظر بالظبط، جزامهم موجودة تحت السراير، وشنط السفر بتاعتهم مقفولة ومحطوطة على رفوف، كأنهم قاموا يغسلوا وشهم في الحمام اللي في آخر العربية وراجعين يكملوا نوم عادي. بس الحمام برضو كان فاضي،
ال7 رجالة مشوا وسابوا هدومهم وفلوسهم وتليفوناتهم. بعدها رحت ناحية الشبابيك بتاعة القطر. شبابيك قطر النوم عبارة عن طبقتين إزاز ضد الكسر وما بينفصلوش عن بعض. الشبابيك دي متبرشمة بمسامير صلب من الشركة المصنعة. ساعتها حاولت أفك أي مسمار فيهم، أي واحد بس يحاول يتفك عشان أتأكد، بس ساعتها مفيش حاجة اتحركت. لو حد فكر يكسر الإزاز ده كان هيعمل صوت انفجار يصحي القطر كله، واللي نايمين في العربات اللي جنبهم كان سمعوا الصوت. وقفت في نص الطرقة وسندت ظهري على الحيطة الخشب، لأن ساعتها عقلي كان بيلف زي المروحة. 7 رجالة كل واحد فيهم وزنه معدي 80 كيلو، هيتبخروا ازاي؟ لو افترضنا ان في قاتل دخل، ازاي هيقتل 7 من غير ما يسيب نقطة دم واحدة، حتى من غير ما يكسر كوباية او من غير ما حد يصرخ؟ ولو حتى افترضنا انه قتلهم، ازاي هيخرج الجثث دي من الباب المقفول من بره؟ وفي اللحظة دي وانا واقف بفكر سمعت صوت ضعيف جدا، اقرب لتنهيدة مكتومة، بس الصوت ما كانش جاي من بره القطر، الصوت ده جاي من تحت مني. ساعتها نزلت على ركبي ببطء، وبعد كده بصيت على السجادة الحمراء، بس كان ساعتها السجادة سليمة ومفيش فيها أي قطعة أو خياطة جديدة. ساعتها حطيت ودني على الأرضية الخشب، مفيش حاجة. طلعت ولعتي وفتحتها. الشعلة بتاعت الولاعة نورت المكان. قربت ساعتها الشعلة من الأرضية وقربتها ما بين الفراغ الصغير اللي ما بين السرير وبين الأرض. كنت مستني أشوف أي حاجة، أي دليل، بس اللي شفته خلى قلبي يقف لثانية، لأن نار الولاعة ما كانتش بتطلع لفوق، النار كانت بتتسحب لتحت، بتتسحب بقوة ناحية الشق اللي تحت السرير، كأن في مكنسة كهربائية بتشفط الهواء من تحت الخشب. ده معناه حاجة واحدة بس، الأرضية دي مجوفة وفي فراغ تحتها، والأهم من كده إن في حد بيتنفس جوه الفراغ ده وبيسحب الأكسجين. ال7 رجالة ما خرجوش من العربية، ال7 مدفونين بالحياة تحت رجلينا. في اللحظة اللي شفت فيها نار الولاعة بتتسحب لتحت، كل حاجة نورت في دماغي. القطر ده متجدد من شهر واحد بس، والسراير دي مش السراير القديمة اللي بنشوفها، دي متقفلة من تحت بلوح خشب أبلكاش تخين واصل لحد الأرضية، ومدهون بنفس لون الحيطة علشان ما يبانش. ده مش ديكور، ده صندوق موت متفصل بالملي. ساعتها طلعت أجري على باب العربية وصرخت في الشاويش حسن اللي كان واقف بره: هاتلي عتلة حديد من بتوع عمال الصيانة بسرعة، ما تخليش حد يدخل ورايا. الشاويش جاب لي العتلة وهو مش فاهم حاجة. مسكت الحديدة التقيلة ودخلت الكابينة الأولى، رفعت العتلة لفوق وضربت روح الخشب اللي تحت السرير بكل عزمي. الخشب اتكسر نصين، والمنظر اللي شفته وراه يوقف الدم في العروق. المهندس الكبير، الراجل اللي بيلبس بدل بآلاف الجنيهات، كان متكوم في مساحة ما تجيش متر مربع، متكتف بحبال من ايديه ورجليه، ومحطوط على بقه شريط لزق عريض. وشه ساعتها كان لونه أزرق، وعروق رقبته نافرة، وبياخد نفسه بالعافية من مناخيره. شدته لبره وقطعنا اللزق، فضل يكح وينهج كأنه طالع من تحت المية. كررت نفس الموضوع في باقي الكباين. رحت وكسرت الخشب وطلعت ال7. ال7 رجالة كانوا مدفونين بالحياة في مقابر متحركة. تخيل الرعب، تبقى نايم في سريرك تصحى تلاقي نفسك متكتف ومحبوس في ضلمة تامة، والقطر بيتهز بيك والأكسجين بيخلص ثانية ورا التانية. اللي خطط لده مش مجرم،
ده شيطان عايز يعذبهم قبل ما يموتوا بالبطيء. بعدها وقفت في الطرقة بمسح العرق من على وشي، وأنا ببص للرجالة اللي مرميين على السجاد الأحمر ومش قادرين يقفوا على حيلهم. بس فجأة حسيت بحركة ورايا، لفة هوا باردة ضربت في رقبتي. لفيت بسرعة ولقيته واقف في آخر الطرقة، عباس، عامل البوفيه العجوز اللي بقاله 20 سنة شغال على الخط ده. وشه اللي كان كله تجاعيد وطيبة اتحول لوش واحد ميت ملوش ملامح. عينيه كانت مبرقة، وفي ايده اليمين ماسك ساطور تقيل بيلمع وبينهج بغل كأنه وحش محبوس. ليه طلعتهم يا بيه؟ ليه طلعتهم؟ دول شياطين، دول اللي مضوا على قرار العمارة المخالفة اللي وقعت فوق دماغ بنتي ومراتي من 5 سنين. خدوا رشوة عشان يعلوا دوار زيادة، والأساس ما تحملش. عيلتي اتدفنت تحت الأنقاض وهم بيتمتعوا بفلوس الدم. كان لازم يحسوا بنفس الخنقة، كان لازم يدفنوا بالحياة زي ما دفنوا لحمي. كلامه كان زي الرصاص، الوجع اللي في صوته كان حقيقي. اللجنة دي فعلا كان عليها كلام كتير، وقضية العمارة دي اتقفلت ضد مجهول. عباس استنى 5 سنين واستغل تجديد القطر وفصل الصناديق دي بنفسه في الورش، ولما ناموا حط لهم مخدر في الشاي اللي شربوه بالليل وكتفهم وحبسهم. جريمة كاملة من راجل قلبه محروق. بس أنا ضابط شرطة، ماليش دعوة بالقلوب، أنا ليا دعوة بالقانون. ساعتها عباس صرخ وهجم بالساطور في الممر الضيق، رفع الساطور لفوق عشان ينزل بيه على راسهم ويخلص عليهم واحد ورا التاني. ما كانش فيه مساحة أرجع لورا ولا أطلع سلاحي. الغضب كان مديله قوة 30 حصان. استنيت لحد ما الساطور نزل وميلت بجسمي بسرعة ناحية الباب الكابينة. الساطور ضرب في الخشب وكسره. وقبل ما يسحب الساطور تاني كنت لفيته من دراعه ولويته ورا ظهره وزقيته بكل قوتي وخبطت دماغه في ازاز الشباك اللي ما بيتكسرش. بس عباس كان بيقاوم كأنه ما بيحسش بالألم. ساعتها زقني لورا، بس المرة دي المسافة كانت كفاية. سحبت مسدس الميري ووجهت الماسورة ناحية سقف القطر وضربت طلقة واحدة هزت المكان كله. الصوت رن في العربية كلها وكأنه انفجار. عباس ساعتها اتسمبر مكانه والساطور وقع من ايده على السجادة. عينيه اتكسرت تاني وبدأ ينهار. نزل على ركب وحط ايده على وشه وفضل يعيط بحرقة وانهيار تام زي العيل الصغير. قفلت سلاحي وحطيته في جرابه وقربت منه. حطيت الكلبش في ايده وبصيت له بنظرة ما فيهاش غير قهر وقلت له بصوت واطي: أنا حاسس بوجعك يا عباس، بس انت كده ما فرقتش عنهم في حاجة. هما بنوا مقبرة للمظلومين وانت بنيت مقبرة في القطر. بعديها العساكر دخلوا والإسعاف شالت ال7 مهندسين. وقفت أنا على باب العربية رقم 13، طلعت ولعتي ونورتها وبصيت لشعلتها شوية وبعدين قفلتها. وبكده الملف ده اتقفل. ال7 مهندسين اتفتحت قضيتهم القديمة تاني وتحولوا للتحقيق بتهمة الفساد والرشوة وتدمير الأرواح، وريحة فاحت في كل حتة. أما عباس فخد عقوبته على الجريمة اللي خطط لها سنين. الظلم لما بيتساب من غير حساب بيحول أطيب الناس لوحوش جاهزة تدمر كل حاجة عشان ترجع حقها. وإن أحياناً أضيق وأبشع سجن للإنسان بيكون جوه أفكاره وضميره. وبس كده انتهت قصتنا النهاردة. ولو عجبتكم القصة ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. تصبحوا على خير
واشوفكم في القصة اللي جاية.